هل تساءلت يوما وأنت تنظر في المرآة من أين جئت؟ ليس كاسم أو عائلة، بل كأصل وجذور نبتت في فجر التاريخ. الرواية الشائعة التي تسكن عقولنا الباطنة هي أننا نحمل في جيناتنا لعنة قابيل، ذلك القاتل الأول الذي سفك الدماء. ولكن ماذا لو قلت لك أن هذه الرواية قد تكون مجرد وهم؟ ماذا لو كشفت لك المصادر التاريخية والدينية سرا غيب عن الكثيرين، أن سلالة قابيل انقرضت تماما ولم يبقى منها أحد، وأنك في الحقيقة تنتمي إلى الابن المختار، الرجل الذي وصف بالطول والتقى، وكان هبة الله لآدم بعد المأساة التي حلت به. إذن فنحن كمسلمين أبناء من؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير متابعيني، ورمضان كريم. بعرف إنها متأخرة، وبعرف إني طول الشهر هذا ما نزلت فيديوهات، بس أنتم بتعرفوا رمضان سبحان الله قال ربنا قال في كتابه أيام معدودات. فالواحد حب إنه يغتنم برمضان بالعبادة، وإن شاء الله ربنا يتقبل منا ومنكم بإذن الله تعالى. طبعا أنا ما أعتقد إن حنزل غير هذا الفيديو في خلال الأيام القادمة، بس حبيت أذكركم إنه هذه الأيام العشر الأواخر هي من أفضل الأيام عند الله، وما تنسوا إنه هذا الأيام أجرها عظيم عند رب العالمين. وأتمنى إنه إن شاء الله يا رب ربنا يتقبل فيها قيامنا وصيامنا، ويستجيب دعواتنا بإذن الله تعالى. ولا تنسوني من دعواتكم. واليوم رح نسمع مع بعض قصة جميلة جدا، وإن شاء الله يا رب تعجبكم. وبدي منكم تخبروني في التعليقات، هل أنتم كنتوا تعرفوا هاي المعلومة أم لا؟ قبل ما نبدأ القصة نصلي على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله. بسم الله البديع الذي خلق فسوى وقدر فهدى. بدأت الحكاية حين هبط آدم وحواء إلى الأرض ليعمروها بالتوحيد والعمل، وليكونا أصل البشرية. على تلك الأرض نشأ الأخوان، هابيل الذي امتلأ قلبه بخشية الله ورضوانه، فكان رقيقا يرعى الأغنام ويسبح بحمد ربه في الخلاء، وقابيل الأخ الأكبر الذي اشتد ساعده في حرث الأرض وزراعتها، لكنه سمح لنوازع النفس الأمارة بالسوء أن تجد لها في قلبه مستقرا. أراد الأخوان التقرب إلى بارئهما، فجاء هابيل بأفضل ما عنده، كبشا ثمينا من أجود أغنامه، قدمه بطيب نفس وإخلاص تام. أما قابيل فقد استهان بالمقام، فقدم حزبة من زرع رديء، لم تكن نفسه سخية بما يكفي لتعطي الأفضل لخالقها. هبط القبول من السماء على قربان هابيل بآية ظاهرة، وبقي قربان قابيل مكانه لم يتقبل. هنا اشتعلت نار الحسد في صدر قابيل، ولم يحتمل رؤية فضل الله على أخيه، فقال بوعيد وغل: لأقتلنك. أجابه هابيل بلغة المؤمن الواثق وبصوت يملأه السلام واليقين: إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. كانت كلمة هابيل دعوة للتقوى، لكن الحقد كان قد أعمى بصر قابيل وبصيرته. طوعت لقابيل نفسه قتل أخيه، وفي لحظة غاب فيها نور الإيمان امتدت يد الأخ لتزهق روح أخيه المتقي. سقط هابيل صامتا، وسكنت الأرض في ذهول، فكانت تلك أول دماء بشرية تسيل على الأرض، وأول نفس تقتل ظلما. وقف قابيل أمام جسد أخيه الهامد تائها عاجزا يلفه الخزي، فأرسل الله غرابا يبحث في الأرض ليدفن غرابا آخر وليعلمه درسا في التواضع والستر. صرخ قابيل بندم مرير: يا ويلتي، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي؟ فأصبح من النادمين، وحمل وزر فعلته وتاه في الأرض، وانقطع ذكره ونسله في غيابات التاريخ والنسيان. خيم الحزن على بيت آدم وحواء لفقد هابيل وضياع قابيل، ولكن رحمة الله لا تنقطع. وبعد سنوات من الصبر والاحتساب،
وهب الله آدما ابنا ثالثا بارا كان آية في الطهر والنبل فأسماه شيت، ومعنى اسمه هبة الله. كان شيت عوض الله الجميل لآدم، فحمل نور النبوة والحكمة، واستودعه الله سر الصلاح. ومن سلالة شيت المباركة انحدرت البشرية الصالحة، فمنه جاء الأنبياء، ومن ظهره خرج نوح عليه السلام الذي نجا بذرية شيت من الطوفان ليعمروا الأرض من جديد بالتوحيد. وهكذا بقيت قصة هابيل درسا في الإخلاص، وقصة قابيل عبرة في عاقبة البغي. أما نحن أبناء هذا الزمن فنحن ثمرة ذاك الغصن المبارك، نسل شيت عليه السلام. نحمل في أعناقنا أمانة الاستخلاف التي بدأت مع الأب الأول، سائلين الله أن نكون من المتقين الذي يتقبل الله منهم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مين كان يعرف هذه المعلومة؟ أننا نحن كمسلمين لسنا من سلالة قابيل اللي هو القاتل الأول في الدنيا، وإنما من سلالة شيت عليه السلام. أتمنى أن قصتنا لليوم نالت إعجابكم. أتمنى ما تنسوا تدعم الفيديو بالمشاهدة واللايك ومشاركة الفيديو حتى نقدر نحقق ساعات المشاهدة. وأنا مصدومة إنه حتى الآن عدد المشتركين ما وصلش 500، وأنا عندي قناتي ما شاء الله 50,000. قديش نزلت الفيديو القناة على القناة الأولى، ولكن ما في يمكن إقبال على نوعية الفيديوهات هذه. أتمنى تشاركوها حتى نفعل الشروط.